فيلمنا بيبدأ لما بنشوف صاحب مزرعة حيوانات بيجمع كل القطيع بتاعه داخل الحظيرة وبيقفل عليهم ويمشي، وبالليل بنشوف مجموعة من الكلاب البرية خرجت من بين الأشجار وبتهجم على الحظيرة، وبنسمع بعدها صوت صريخ القطيع وهي بتقضي عليهم الكلاب، والصوت ده بيصحي صاحب الحظيرة من النوم، واللي بيخرج هو والكلب بتاعه عشان يطمن على القطيع، وبيوصل صاحب الحظيرة واللي بنعرف إنه اسمه هاورد، وبيكون باين عليه القلق، وبيلاقي إن الباب بتاع الحظيرة مفتوح والدنيا هادية جدا، فبيبدأ يدخل جوه الحظيرة بحرص، وفجأة بنسمع صوته هو كمان بيستغيث بعد ما هاجمته الحيوانات، وبعدها بتصحى زوجة هاورد على نفس الصوت وبتنده على هاورد لكنه مش بيرد عليها، فبتاخد أشافها وبتقوم بنفسها عشان تدور عليه لكنها مش بتلاقيه في البيت، فبتقرر إنها تخرج وتشوفه في الحظيرة عند القطيع، ولكنها بمجرد ما بتدخل الحظيرة فجأة وفي مزرعة تانية بالقرب مكان حادث المزرعة الأولى بنشوف آدم صاحب المزرعة وهو بيمر يطمن على القطيع بتاعه، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي مجموعة من الخرفان بتاعته ميتة بطريقة وحشية. بيتصدم آدم وبيستغرب من اللي حصل لحيواناته، وفي نفس الوقت بنشوف هنري ابن آدم والكلب بتاعه اللي اسمه أولي وهو بيلعب في الحظيرة الصغيرة الخاصة بيهم، وبنشوفه بيستخدم المكان عشان يحتفظ فيه بمجموعة من الطلقات الخاصة بسلاح والده. وبنرجع تاني لآدم اللي بيستكشف المكان القريب من موت الحيوانات بتاعته، وبيلاقي إن المكان كله فوضى وآثار لدم كتير بين الأشجار، ومن الواضح كده إن الموضوع بقاله فترة بيتكرر مع آدم، وعشان كده بنشوف إن الأفخاخ اللي كان مثبتها آدم عشان تقضي على أي حيوان يقرب من مزرعته ما قدرتش توقف هجوم الحيوانات عليها، وده بعد ما شاف آدم آثار دم الحيوانات المفترسة على واحد من الأفخاخ بتاعته. وبنرمع لهنري اللي بتنده عليه كارلا والدته، واللي بنعرف إنها طبيبة بيطرية لحيوانات المنطقة، وبنشوفها بتعالج واحد من حيوانات المزرعة وبتديه لهنري عشان يرجعه تاني للقفص بتاعه. وهنري بيكون عنده فضول عشان يتأكد من الحيوانات اللي في القفص، ولكنه بيترعب جدا لما الحيوان بيهجم عليه. وبتسمع كارلا في الأخبار عن الجريمة اللي حصلت لهاورد وزوجته، لكنها مش بتهتم وبتقفل الراديو. وبعد شوية بنشوفها بتتكلم مع بنتها صوفي بطريقة عنيفة بسبب فاتورة التليفون اللي على طول بتستخدمه، وصوفي بتقول لها إنها مش قادرة تعيش في مكان زي ده بعيد عن المدينة، وإنها لو كانت عايشة في المدينة كانت هتقدر تشتغل وتدفع فواتيرها بنفسها. وبنروح لآدم اللي جمع كل الخرفان بتاعته اللي ماتت وبيحرقها بعيد عن المزرعة. وبالليل بنشوف إن المحامي الخاص بصاحب الأرض الأصلية اللي عليه البيت والمزرعة بتوع آدم بيهدد آدم اللي اتأخر في دفع الأقساط اللي عليه لمدة 4 شهور، إنه لو ما تصرفش ودفع الأقساط المحكمة هتحجزه على البيت والمزرعة وهتبيعهم في مزاد علني، وبيخيروا بين إنه يدفع أو يسيب البيت والمزرعة، وهياخد مبلغ كبير يقدر يعيش بيه في المدينة مرتاح. وفجأة بتظهر صوفي وبتحاول تأثر على والدها إنه يقبل العرض بتاعه، بيعنفها آدم على تصرفها وبيرفض العرض بتاعه، وبيبلغوا إنه السبب في تأخر دفع الفلوس دي إنه بيتعرض للخسارة بقاله فترة بسبب الحيوانات بتاعته اللي بتموت كل شهر، واللي لحد دلوقتي مش قادر يقبض على اللي عمل كده. بيخلص الحوار على كده وبنشوف المحامي وبيسيبهم ويمشي، وهو في طريق رجوعه من منزل آدم بيقف على جنب الطريق يستكشف المكان، وفجأة بيسمع صوت غريب حوالين منه لكنه مش بيكون عارف جاي منين، والصوت بيتكرر تاني وبنشوف واحد من الكلاب بيجري من وراه لكنه من سرعته مش بيقدر يشوفه. وفجأة بيظهر أكتر من كلب في المكان، ومرة واحدة بيهجموا عليه بوحشية وبيخلصوا عليه. وبالليل بنشوف صوفي في الحمام وبنشوف إن الباب الخلفي بتاع البيت في حد فتحه ودخل، ومرة واحدة الكهرباء بتقطع في البيت كله، فبتخرج صوفي من الحمام وبتقفل الباب اللي اتفتح، وآدم بيبلغ كارلا إنه هيروح يشغل المولد الكهربائي من المخزن، وكارلا هي كمان بتنزل للقابو عشان ترفع المفاتيح بتاعة المولد، فبياخد آدم الكلب أولي معاه وبتاخد كارلا هنري وبتنزل للقابو. وأثناء ما بتغير كارلا المفاتيح بتاعة المولد بيلمح هنري إن في شيء اتحرك في البيت لكنه مش بيكون متأكد منه، وبيشغل آدم المولد والنور بيرجع للبيت، لكن بيلاحظ آدم اختفاء الكلب أولي من المكان، وبيفضل يدور عليه في المنطقة لكنه مش بيلاقيه، وبيكمل وآدم بحث عن الكلب بتاعه لحد ما بيوصل لمنطقة الأشجار، وهناك بيسمع صوت الكلب أولي بيصرخ، وفجأة بيشوف عيون الكلاب المفترسة في الضلمة وبيكون شكلها مخيف جدا، فبيحس بالخطر وبيهرب من المكان بسرعة، وبيوصل البيت وبيقفل الباب وراه وبيطلب من كارلا إنها تاخد العيال ويحتموا في الأوضة بتاعة صوفي. وبترجع كارلا تاني لآدم اللي بنشوفه بيجهز سلاحه لكن للأسف ما بيكونش فيه غير طلقتين، فبيعمر آدم سلاحه وبيفضل الباب يخبط في بعض، فبيقرب آدم بالسلاح من الباب وبتحاول كارلا إنها تطلب الشرطة وتستغيث بيهم، ولكن فجأة بيسمع آدم وكارلا صوت جاي من أوضة صوفي، فبيجري بسرعة على أوضة صوفي وبتعرفهم إنها شافت حد بيتحرك بره الشباك، فبيأمن آدم كل الشبابيك وبيسمع تاني صوت خبط على باب الشقة، فبيرجع آدم تاني لبره وبيقرب من الباب وبيضرب طلقة من ورا الباب، وبيفتح الباب عشان يلاقي آثار دم كتير، وأول ما بيلتفت ويرجع فجأة
وبيقدر الكلب إنه يصيبه في إيديه، وبتلحقه كارلا وبتضرب الكلب بآلة حادة لحد ما بيهرب من المكان. وبعد شوية بتعالج كارلا جرح آدم، وبيعرفهم آدم إن النوع ده من الحيوانات عادة ما بيصطادوا في شكل قطيع وبيكون خطر جدا. ولما بيسأل آدم كارلا عن الذخيرة بتاعته والطلقات بتقوله إنها نسيت تجيبها من العيادة. وبعد شوية تانيين بتوصل المساعدة من الشرطة اللي طلبتها كارلا من شوية، وبنشوف الشرطي بيتواصل مع القوة بتاعته وبيعرفهم إنه واصل للمكان اللي استلموا منه البلاغ. وفي الوقت ده بنشوف إن الكلاب بتتحرك وبتحيط المكان كله، لكنه ما بياخدش باله منهم. ولما بيبدأ يتحرك في اتجاه البيت بتشوفه كارلا وبتحاول تحذره إنه يرجع تاني للعربية. وفجأة بتقضي الكلاب المتوحشة على الشرطي، وبتكون كارلا وآدم في حالة صدمة من اللي شافوه. وبيقرر آدم إنه يلجأ لخلطة عشان يلهيهم، فبيأكد على كارلا إنه هيحاول يوصل للعربية بتاعته وهم يخرجوا بره البيت. وأول ما يديهم إشارته يتحركوا على مكان العربية، وبيخرج آدم وبيوصل للعربية وبينتظر شوية عشان يتأكد إن محدش من الكلاب موجود، وبيديهم الإشارة إنهم يلحقوه. ولكن مرة واحدة وما بيكونش قدامه عشان يتخلص من الكلب غير إنه يخبط عربيته في عربية الشرطة. وفي نفس الوقت بتتحاصر كارلا وصوفي من كلب تاني بره البيت، وبيدخلوا بسرعة وبيقفلوا الباب قبل الكلب ما يوصلهم. ولكن بيتفاجئوا لما بيلاقوا كلب تاني جوه البيت بيتجول. وبتتحرك كارلا والأولاد للأوضة التانية وبتخبيهم في الخزانة، وبتنبه عليهم ما يخرجوش منها إلا لما تيجي هي وتاخدهم. وبتخرج بهدوء لبره ومعاها السكين وتتابع الكلب المتوحش لحد ما بيدخل الأوضة التانية وبتحبسه جوه. وبتحاول تتواصل مع آدم لكنه مش بيرد، فبتقلق عليه وبتفتكر إنه حصل لها حاجة. وبيفوق آدم بعد الخبطة اللي خدها في العربية، وبيخرج آدم من العربية بحرص ومعاه السلاح بتاعه، وبيدخل العيادة عشان ياخد باقي طلقات الذخيرة. وبيتواصل مع كارلا لكنها مش بترد عليه. وبنروح لكارلا اللي بتسمع صوت حد تاني في البيت، وبتلاقي الكلب المتوحش قدامها. وبترجع كارلا لورا خطوتين وبتداري منه، وبنشوف صوفي وهنري وهم بيتابعوا اللي بيحصل. وفجأة ولكن بتلحقهم كارلا وبتصيب الكلب بالسكين في بطنه. ولكن كارلا بتستغرب إن الحيوان قدر يهرب من المكان بعد إصابته وإنه لسه عايش. وبنرجع لآدم اللي بيتصدم لما بيلاقي نفسه قدام واحد منهم، وبيحاول يرجع ببطء عشان ما يحسش بيه ويشوفه. ولكن اللاسلكي بتاعه بيشتغل لما بتتصل بيه صوفي عشان تطمن عليه، لكنه بيقفله وبيحاول يهرب من الكلب. ومرة واحدة وبيقدر آدم إنه يخلص على الكلب، وبترجع صوفي تاني تكلمه عشان تطمن عليه، وبيعرفها إنه عنده إصابة ومش هيقدر يرجع المسافة دي للبيت. وبيطلب منهم إنهم يسبقوه لسطح العيادة وهو هيأمن خروجهم. وبياخد باقي الطلقات اللي في العيادة وبيطلع للسطح. وبتخرج كارلا وصوفي وهنري بعد ما بتتأكد إن مفيش حد منهم بره البيت، وبيجروا بأسرع ما يمكن. ولكن كارلا بتتعثر في الطريق، وبيكون في كلب منهم قريب منها، فبتطلب من صوفي إنها تكمل طريقها، وبترجع هي تاني للبيت. وبيدخل هنري وصوفي في الحظيرة الصغيرة اللي بتوصل للعيادة مباشرة عشان يبقوا في أمان. ولكن بيقفوا شوية لأن بيكون واحد من الكلاب موجود فوق الحظيرة بيتحرك، ولما بيمشي بيكملوا طريقهم تاني. بس هنري بيفتكر إنه كان شايل طلقتين لمسدس والده وجي وقتهم دلوقتي، وبياخدهم هنري وبيكملوا طريقهم للعيادة، ومنها بيقابلوا والدهم فوق السطح. وبنرجع لكارلا اللي بتفضل تفكر إزاي تلهي الكلاب عشان تهرب منهم، فبتاخد إزازة كيروسين وبتشعل فيها النار وبترميها ناحية الحظيرة، فكل الكلاب بتتجمع حواليها وبتهرب منهم في اتجاه العربية. وفي نفس الوقت آدم بيحاول يصطادهم من فوق السطح، لكن الرصاص بيخلص عنده وبيلحقوا هنري بالطلقتين اللي معاه. وبتوصل كارلا للعربية ولكن بيهاجمها واحد منهم، وبتفضل تضربه بالمفتاح، وبتنزل من العربية ولكنه بيقابلها من الناحية التانية. وقبل ما يقرب عليها ويقتلها بيكون آدم نزل من السطح وبيقتله، وبيكون الليل انتهى. وبنشوف باقي الكلاب بترجع تاني لمكانها بين الأشجار، وبكده بيكون فيلمنا انتهى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. سلام.